بآخر الجزء الثالث بنشوفه كان هارب من الناس اللي بدهم يقتلوه. فعمك جون ويك شو بده يعمل؟ بده يبلش يتدرب ويظبط أموره عشان اللي جاي كثير زفت مغلي. ما علينا. ببلش الفيلم معلم في المغرب، يعني تقدر تحكي الزير سالم، يعني بس حديث شوي رصاص وهيك. رايح على رئيس المافيا كاملة، بقول له معلم انت قلت انك بدك تقتلني وبتطلع جوائز، شو رأيك نخلص الموضوع؟ يعني فنجان قهوة سادة هيك العرب بيحكوا. قال له انو فنجان قهوة سادة، بدك تموت بدك تموت. قال له يعني هي مطولة مع عرضك، شفت مخك الشمال بدي افجر اهله. بقتلوه هيك بكون كسر كل القوانين. نسيبه شوي ونرجع لمين؟ للمندوب اللي بعته القاضي لمين؟ الفندق تبع الكونتيننتال اللي هو ممنوع حدا يقتل فيه، واللي هو نستون يا اخوان، متذكرينه ابيض او احمر مش بتذكر. المهم بقول له المعلم سكر الفندق يلا روح على الدار. بقول له شو سكر الفندق؟ في عندي ماخذ شقه اقساط انا معلم. بقول له روح اتفاهم مع القاضي. بروح يتفاهم مع القاضي. بقول له شو قاضي شو الوضع؟ بقول له اسمع تزودش بالحكي، بتسكر الفندق لانه انت كثير زباله وشو لخره، وخلص وقتك. واقول لك شغله، انا بدي انهي لك الموضوع على الكامل. يعني هذا اللي بدي اقول لك اياه. عمرك شفت رصاص بطير؟ ولا خلينا نجربه على اللي معك. بطخ مساعده بقول له يلا يلا حمل على سحاب معلم، حمل يلا، بديش اشوف وجهك هون بالمره. نسيبه ونروح للصراحه القنبل اللي بالجزء الرابع، اللي هو هذا البني ادم دونيان اسمه، هذا تبع اونج باك او شيء زي هيك. هذا يا اخوان بيهددوه ببنته، بيقولوا له انت قاتل ماجور بدك تقتل لنا جون ويك. بقول لهم شو الطريقه يا اخوان؟ انتم مش شايفين انه انا اعمى؟ بقول له بعرف انك اعمى بس بدك تقتله، هذا اللي عندي بدك تقتله. طبعا يا اخوان بالتهديد شو بده يعمل؟ بوافق. هذا كمان القاضي مش هين، يعني شغل زعرنه ومفلسف. فبالاخر ما باليد حيله، بقول له ماشي معلم خلينا نسيبهم متفاهمين ونروح نشوف وين جون ويك معلم، وين متخبي. شو بدك بالطويل؟ نروح على واحد من افرع الفنادق اللي مين بترأس ومين مديره، هذا الصيني الهندي هو بنته، جماعه السيوف. المهم معلم بيجي عليه جون ويك، بقول له على العافيه معلم شو الاخبار؟ بقول له تعال تعشيت؟ بقول له لا ما تعال. بقول له تعال جايب لك شويه حمص وفلافل وحتى شاي غزلين، ايش اللي بحبه قلبك. تعال كل والباقي عندي معلم، انت في حمايتي. خلاص دق على صدره الزلمه، قال له اشرب الشاي وما عليك. وفيش معلم دقيقه الا جماعه القاضي جايين. بقول لها وين ابوكي؟ بتقول له هسه بنادي لك يا يابا، في جماعه بدهم اياه. بقول له خليك اتعشى والله ما بتقوم. بكون عارف الطبخه هو. بروح بلم جماعته كلهم، بقول لهم تعالوا في قصه طرمه هسه بدنا نلعب حرب اهليه السلاح اشي فخم. المهم بقول له تفضل يا اخوي. بقول له وين جون ويك؟ بقول له مين جون ويك؟ مش عندي جون ويك. بقول له يا حج وين جون ويك؟ لا خربط لك نظاراتك، عنديش حدا، انا ما بعرفش حدا بالاسم هذا. بقول له انت متاكد؟ بقول له الا مين داخل؟ الاعمى الخطير. بقول له هلا والله شو الاخبار؟ زمان ما شفتك بتشوف. قال له لا اموري طيبه. وين الحج تبعكم؟ بقول له ما فيش حج. قال له انت اللي اخترته لحالك. قال له بس استنى شوي، تعرف اني انا مش دافع فاتوره الكهرباء؟ وبفصل الكهرباء معلم وكون استعداد. بقول لهم نار معلم. وهون بتبلش حرب أهلية بس على الخفيف، سكاكين. اسمع عنده الطخ كيف لما انت مثلا ترمي كيس بزر هيك، نازلين طخ وقتل يمين بشمال. وهذا مساعد القاضي مش هين كمان، والصيني وجماعته برضه مش قلال. لما يصفي بقول له معلم يا بتخزق عيني يا بخزق عينك. إلا داخلين جماعة ثانيين، ما خلص الموضوع ولع. بيتراجعوا هدول جماعة ملثمين، هدول أحدث شوي. وتيجي البنت بتقول له مطول يا جون ويك انت هون؟ خلص ملقت. بقول له هسه بدي افرجيك شو بده يصير. والبنت مع جون ويك بتبلش حرب خلص، يعني مشاكل. طبعا جون ويك يا اخوان هذا الشخص ال 305 قتلوا خلال الثلاث اربع اجزاء، وكلهم نفس الطريقة، على الراس بطخ على الراس. طبعا المخرج عارف انه المشاهد راح يمل، فبدخل كمان ناس يقتلهم جون ويك، ودخل هالمره جماعه السومو، يعني بده يشكل في انواع القتال. هون بقرر الاعمى يقول لك خلص بكفي اكل، انا بدي اتدخل. وبلش يضخ يا اخوان جنبه طرف. طبعا هو بطخ عشوائي، والمخرج بقول له صيد يلا ما عليك انا بدي اصيد لك اياهم. بطخ لك معلم وبركب اجهزه انذار. قال بطخ الناس عن طريق اجهزه الانذار. لا تسالني كيف. المخرج قال له اليمين شمال واضرب، ونازل بقتل فيهم ما تقول شايف. طب انا لو اقعد 4 سنين مش راح اعرف اللي بعمله وانا بشوف، فما بالك واحد اعمى. ما علينا، نرجع لمين؟ للبنت وجون ويك اللي نازلين شغالين كسر رجلين، تقطيع ايادي، مراره بتفقع، كليه بتطير. يا اخوان ما بيخلوا منطقه بالجسم الا بضربوا فيها. يعني المخرج قال لهم وزعوا، عين بتطير، قزحيه بتطير، عندك يعني شريان ابطر يعني مشكل. ونازل قتل جون ويك لحد ما ايش معلم؟ تنصاب البنت بالكليه، بتفتح الكليه عندها بتصير قصه. بقول له دير بالك على بنتك، روح خيط لها الكليه، بدي اروح اكمل شغلي انا. والله معلم وما يكون خياب، نازل سلخ بيعبي كلاشينات، بيعبي مسدسات. اجوا له ناس حاطين لابسين دروع ضد رصاص، بطخ على الفاضي. قال لك وبعدين مع هالقصه طب سكاكين اي اشي، مش راضيين يموتوا. اخر اشي بلاقي حل اللي هو يا اخوان ايش يعني؟ مزع الرقبه، انت فاهم؟ خلص وبده تخفي الرقبه لما يقتله. لحد ما يجي هذا 4 متر طوله، ببهدله بكسر وجهه. بقول له ماليش غير ايش؟
اقلب لك فيها بروسلي يا انا بفرجيك. وبقلب فيها فعليا بروسلي، هو بيقدر يعمل اي اشي طبعا جون ويك، وبلخمهم بفجر عرضهم وبيقطع وجوههم تقطيع واحد يقول للثاني. طبعا هو بتعب لحد ما يجي الاعمى بقول له يلا شو رايك نبلش من جديد، بقول له يا زلمه انا تعبان، بقول له يلا نبلش، وببلش معلم. طبعا برضه برجع بسالك وبقول لك او بتسالنيش تقول لي كيف هذا الاعمى بطخ وبقاتل، خلص ماشي الامور، هو زلمه خبره ولعبته صغيره السلاح والسكاكين، خلينا نسيبه يعمل اللي بده اياه. بتبلش الحرب بينهم لحد ما ايش تيجي رصاصه من واحد بعيد، هسه بنعرف شو قصته. وبنفس الوقت الجائزه صارت على جون ويك 20 مليون، والكل قاعد بدور عليه وهو متخبي، بيطلع له واحد بقتله، بيجي عليه الاسمر، وهذا بني ادم بتعقب فيه بده يقتله، بقول له بس مش راح اقتلك عشان الجائزه تعلى. يعني الزلمه طماع. نسيبه ونروح للزلمه اللي بده يودي بنته على المستشفى. انت لهسه وين بروح على المستشفى، بلاقي الاعمى بقول له وين رايح، بقول له بدي اخذها الكليه، بقول له بس قبل ما اخذها على الكليه بدي اقتلك. الاعمى بقول له يا ابن الحلال روح خلاص انا ما بديش اتمشكل معك، بقول له لا ما فيش فيها. بتبلش حرب بيناتهم برضو نفس الاشي، يمين شمال رصاص، ما فيش رصاص هون، سكاكين ما سكاكين، لحد ما يقول له روح يا عم بديش اقتلك، بس بالاخر بفقعوا سيف يعني في المرارة مع الزايدة وبقتله، وبلبس نظارته وبقول له على العافية. شو بدك بالطويلة نرجع لجون ويك اللي طالع على القطار ولا كأنه قتل 600 قبل شوي، وفجأة بتجي البنت اللي أبوها مات بتقول له على فكرة أبوي مات بسببك، بقول لها طيب إيش أعمل أنا، بتقول له لا بس حاب أحكي لك. ونرجع للفندق اللي فيه بيصير مقابلة بين كشيش الحمام اللي بيكون أصلا مع جون ويك إذا متذكرينه، ومين مع وينستون، بقول له على فكرة القاضي حاطط جون ويك في راسه وراح يقتله، وعشان هيك ومين بنادي يا إخوان، بنادي الأسمر اللي بضله يتعقب فيه بده يقتله، بقول له وين جون ويك، بقول له زيد العملة فلوس، بقول له فلوس. بروح يا اخوان بشمطوا سكينة في ايده من اللي بيحبها قلبك، هسه جاي اللقطة، بشمطوا سكينة بقول له يلا هاي تاني مرة عشان تتعلم. برضه بتيس الاسمر وبقول له بدي اشيل ايدي وما بدي اقول لك وين لما تجيب لي مصاري، بقول له ماشي انا بفرجيك. وفجأة جون ويك بيلاقي وينستون، بقول له ذاكر حسبت عنك اخر عشاء انت خاين، قال له اذا انو عشاء انا جاي اقتل القاضي، بقول له القاضي ما بزبط تقتله هيك، لازم بقتال رسمي، غير هيك راح يعني الموضوع ينفضح ويضلهم يجيبوا واحد ثاني. هذا الحكي اللي بيخلي عمك جون يخلط ويرجع لمين، لعيلته القديمة اللي ربوه وهو صغير، بقولوا له هلا بالغالي رصاصة بوجهه بفجروه. متعقب الاسمر بكون عارف، بيحكي مع القاضي بقول له اقتله ما عليك عندي الموضوع انا بزيدك مصاري، بقول له ماشي. بتعلق، وليش طبعا بتعلق، بتيجي عليه المسؤولة بتقول له انت خالفت القوانين وخليت المنظمة تقتل ناس كتير منا، وهسه جاي بدك ترجع للعيلة، بقول لها انا تحديت القاضي وعشان اتحدى القاضي لازم اكون تابع لعيلة ومعاي كود. طبعا شغلة انه يتحدى القاضي بتخلط في راس الرئيسي، بتقول له انت بدك تتحدى القاضي، انا ما عندي مشكلة برجعك للعيلة بس بشرط في اللي قتل ابوي بدي اياك تقتله، بقول لها ماشي. يعني هو ما عنده مشكلة غير انه يوافق، يعني لازم يوافق. بروح عشان يقتلوا لهذا ابو سنان ذهب 4 كيلو ذهب. مين بيلاقي غاد؟ بيلاقي غاد الاعمى، وبيلاقي غاد كمان جنبه على الجهة الثانية المتعقب الاسمر اللي قال له هذاك اقتله بزيدك مصاري، فصفى 3 بدهم يقتلوا جون ويك. وهنا مشكلة يا اخوان، طبعا ابو سنان ذهب بقرر يلعب لعبة اسمها لعبة الموت عشان يشوف مين يقتل الثاني، بس هاد خنزير غشاش وجون ويك اخنزر منه، بيعرف انه غشاش، بيسلخوا سكين في الشدة، طبعا الشدة بتجرح عندهم عادي الامور طيبة، ومنتفاجأ فجأة انه بتقلب حرب اهلية وجون ويك 100,000 واحد بيحاول يهجم عليه ويقتله، وهو الاساس عنده انه بده يقتل هذا عشان الرئيسي هديك انه هو اللي قتل ابوها بده ترضى عنه وتدخله بالعيلة. نسيب القصة ماشية، واللي بتتفاجأ فيه معلم وانه هو جون ويك قاعد بيقاتل ومش منتبه غير على الناس اللي بقتل فيها ومش شايف الفضاء. طبعا يا اخوان اللي صار عنده القتل كيف لما انت مثلا تفطر الصبح بيلاقي الاعمى صار يقاتل معه، يعني صارت تصفية حسابات انه الاعمى بيقاتل معه، وجون ويك كل راس ماله هذا الزلمه. طبعا يا اخوان 4 متر طلع زي الحيط شكله بجميع الطرق، مره بخنق، مره بيحاول يشمط بوكسات، مره مش عارف ايش، لحد ما يقتله بالاخر وهو هارب زي هيك، بيحاول يبعد من بعيد وبشمطه في ايش، بشمطه في بتعرف الفاس ايوه هذا هو الفاس، بشمطه وبقتله. واثباتا لهديك بيجي عليه بفقع راسه بقول له تعال بدي اسنانك عشان ابيهم، لا بمزح معك عشان ابيهم، بدي اروح افرجيهم للحجه تاعتي اللي قالت لي اقتله. والاسمر بيجي برضه بده يقتله، بس الاعمى بقول له معلم اذا بتطلع رصاصه بقص وجهك، اعقل وروك عاد. شو بدك بالطويل معلم؟ طيران جون ويك على الحجه، بقول هاي اسناني اللي قتل ابوكي، جهز المراسم يلا بدي عيلي وبدي كود. وبالفعل يا اخوان هي مش مراسم، هي تعذيب، بيفقعوك وبيبيس. طب كان طبعها او وشمها احسن من الحرقات،
المهم بدخلوه بالعيلة وبتكون أموره تمام. وهون معلم وينستون بروح للقاضي وبقول له على العافية أبو الغوالي، الكود تبع جون ويك هيو جاهز، يعني انت خلص بدك تجهز لموضوع القتال هذا اللي اتفقتوا انت وياه. بقول له كيف حالك؟ بقول له زي ما بقول لك، الزلمه جهز عيله وكوده، يعني ضل بس انت تحددوا كيفيه القتال. وبدي اقول لك شغله، اقتلوا عشان رصيدك يعلى معلم. وبالفعل بروحوا وبقعدوا مع بعض. طبعا في لعبه بيلعبوها مش راح اقعد اشرح فيها، بيبقوا يقلبوا وراك ومش عارف ايش. المهم بصفي انه القتال بينهم اثنين راح يصير زي نظام الكاوبوي، واحد قبل واحد بطخوا على بعض، وكل مرة بقدموا 5 متر، واللي بيموت. يعني يا اخوان رصاصة برصاصة لحد ما واحد يموت منهم. هيك النقطة من الاخر. القاضي خليط وهم قاعدين بيحكوا، هذا طبعا بقول له اصحى تأخر عن الساعة 12 راح تعتبر خسران، والقاضي بقول للأعمى اقتله قبل الساعة 12. من الآخر هي بتجيب لك إياها. جون ويك بروح بريح مخه في الكنيسة وقاعد بتذكر مرته، بلاقي جنبه مين؟ الأعمى. بقول له بتعرف إنه طلب مني إني أقتلك وهددني ببنتي؟ بقول له جدي بتحكي؟ بقول له هددني ببنتي. بقول له طب أنت شو بدك تعمل؟ بقول له لا بدي أعمل شيء، خلاص روح تعشينا أنا وياك أمور طيب، روح شوف حالك يا عمي، روح شوف حالك، روح لك الشيش الحمام. بروح له جون ويك بقول له جايب لك بدله ولا بدله جاكي شان في توكسيدو. هاي البدله اخوان ضد رصاص، يعني اي رصاصه بتيجي فيها سلك لي خلص ضد رصاص البدله. بلبسها وجهز حالك. القاضي قاعد بيبعت ناس يقتلوه كمان، وبروح ببلغ انه القيمه الماليه لجون ويك للي بقتله بدل 20 مليون صارت 26 مليون، وبنشرها في كل الراديو وكل التلفزيونات. يعني خلص الخبر بنتشر بسرعه. طبعا دول الناس اخوان مبليت مصاري، عايش عشان المصاري، فالكل بيجهز اسلحته، واللي كان يدرب حاله خلاص بده يروح يقتل جون ويك. وجون ويك شو بيعمل؟ يعني جون ويك قاعد بجرب المسدس انه شو بده يعمل، الامور طيبه لقدام، المسدس شو وضعه، بقولوا لا الامور طيبه. وهو بطريقه على القتال بيلاقي كميه ناس يا اخوان جابوا كل امريكا عليه. يا اخوان والله العظيم زهقت اقسم بالله. ما يعني بكل الطرق قتل، دعس قتل، طخ قتل، طعن قتل، بوكسات قتل، تكسير راس قتل، تكسير قفص صدري قتل. طبعا الاسمر قاعد بلاحق فيه بلاقيه بوجه بيجي بده يقتله، بس بتصير قصة تاعت الكلب هاي بقتلوش. يعني هسه في تقريبا يا اخوان دقيقة ونص بس حرب اهلية، ما بتعرف كيف الطريقة. تفضل يلا هات نبلش. هون معلم ببلش ايش؟ ببلش يشوف مين اللي بده يجي عليه. خلص ما هم التموا عليه وحشروه في بيت كامل. بيلاقي هذا مسدس مع نار، تعرف منين؟ مش عارف من وين اجى. بخزق. خلينا نطلع احنا وياك. وهي هذا كمان حرقه. شو كمان؟ يلا معلم اطلع. وهي هذا حرقه، قاعد بيطلع كل طابق بيطلع وبيحرق. وهي هذول حرقهم. طلع كيف كلبت هون جي تي اي مش عارف. وهون قاعد هي حرق هذا وهي حرق هذا. خلص هم 800 وفي 400 حرق، قال له هيك المخرج. حتى هذا هي هسه طلع هون ساب المسدس، رجع ساب هذاك اللي بيحرق، رجع للمسدسات. هون صارت في حرب مع الاسمر برضه ما بيقدر له، بس مش هذا الاسمر، واحد اسمر تاني بيحاول يقتله. هذا مساعد مساعد القاضي برضه بيقتله، بيخلص عليه وبيحاول يقتل هون وهون. زي ما خلص بعدين بنط قاعد طلع كم من اي طابق نط وعادي ضل عايش، الامور طيبه. هسه ضل عنده هذا الدرج ومش ضايل الوقت، ولسه في ناس بيجوا عليه. كل ما بيحاول يطلع الدرج هدول الناس بنزلوه، ما بدهم اياه يوصل على الموعد، بدهم اياه يخسر عشان يموت، ما بده هذاك ينافسه. خلص هيك القاضي خنزير. وجون ويك بيحاول كل ما يطلع الدرج بيحاولوا بدفشوه بنزلوه لتحت، بقتل 5 6، بيحاول يطلع الدرج بردوا بدبوه بيرجع من اول كيف سوبر ماريو. وهذا بقول له اذا صارت الساعه 12 وما جاش يعتبر خسران. مين اللي بيساعده؟ الأعمى. بقول له قوم معلم بدنا نطلع، أنا من جهة وأنت من جهة، ونشوف أنو الزلمة اللي بده يوقف في وجهنا. ويا حبيبي لما يكون واحد أعمى وواحد شايف، والأعمى أقوى من الشايف، طلع بصيد الركبة، رباط صليبي جبله بالركبة. وهون الأسمر كل ما يحاول يقتل جون ويك بتذكر إنه ساعد كلبه، وهذا المساعد تبع القاضي هو اللي كان بده يقتل قلبه. الأعمى بطخ ضربه كم من ضربة زي هيك بس ما بيموت. بس كيف بيموت؟ بقولوا للكلب خذ ثأرك أيها الكلب الشاطر البطل. بيقصه قص معلم وبقول له خذ بيبي. المهم بوصل جون ويك يا ابو الغوالي على الموعد. صب قهوة للشباب بيشربوا القهوة العربية الأصيلة وجهزوا حالكم. طبعا مين اللي بيقاتل محل القاضي؟ الأعمى. أي نعم كانوا قبل شوي مع بعض بس هسه الأعمى. ببلش يحكي نار، بطخ رصاصة برصاصة، ما حدا بصيب حدا. بيقدموا بيعبوا المسدسات، بيجهزوا أمورهم. بيرجع بقول اضرب المعلم رصاص. بطخ هذا وبطخ هذا، واحد بنصاب بس الأعمى بنصاب إصابة بليغة يا إخوان. خلص يعني هو قرب، يعني بده يموت قرب. هون جون ويك ما بيهون له فيه. لما يعبي رصاصة الثانية وبيجي بيقول له إنه اضرب النار، جون ويك ما بطخ، الأعمى بطخ، بصيد جون ويك وبرضه بصيبه إصابة بليغة يعني قرب يموت. وهنا مين الحدق الخنزير؟ القاضي. بروح للأعمى بقول له اسمع أعطيني مسدسك، خلص قرب يموت.
ونستون بقول له معلم ما بيصير هذا اللي بتعمله، بقول له ما دخلك. بس جون ويك بقول له آخر راس بفجره في الدنيا بده يكون راسك يا خنزير. بفقعه بفجر مخه وهيك بيرجعوا صحبة. بس المشكلة إنه جون ويك بيموت آخر الفيلم.